ملك إسبانيا فيليب السادس يستقبل الحارس المغربي ياسين بونو بعد تألقه في دوري الأوروبي ويمنحه هدية غير متوقعة. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت تتفق معي أن ياسين بونو هو أفضل حارس مرمى حاليا فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسى تعطير فمك بذكر الله والصلاة على رسولنا الكريم. بعد تألق الحارس المغربي ياسين بونو في مباراة النهائي بين روما وإشبيليا، وكان له العامل السحري في تحقيق فريقه الدوري الأوروبي، وقد نقلت الإذاعة الإسبانية قبل قليل أن الملك الإسباني فيليب السادس فاجأ ياسين بونو واستقبله في القصر الملكي بمدريد ومنحه وسام الشرف والاستحقاق الرياضي، وهو أرفع وسام رياضي في إسبانيا تقديرا لما فعله الحارس المغربي ياسين بونو في نهائي الدوري الأوروبي وتصديه لركلتي جزاء كانت كفيلة بتحقيق فوز إشبيليا. كما نقلت الإذاعة الإسبانية عن سعادة الحارس المغربي بمنحه هذا الوسام، وأعرب عن شكره للملك الإسباني وطلب منه الملك الإسباني أن لا يرحل عن إسبانيا، وتمنى له الانضمام إلى ريال مدريد فريقه المفضل. وفي النهاية عزيزي المشاهد، ما رأيك فيما فعله ملك إسبانيا مع ياسين بونو؟ شاركونا آراءكم في خانة التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو.